النهارده جرعه من الماتشات اشبه باللي عنده مرض السكر وخد جرعه انسولين مره واحده. النهارده احنا كنا مشتاقين بعد التوقف اللي فات. النهارده كميه ماتشات حلوه في نفس الوقت باهداف احلى، بفرق ما كناش متوقعين الاداء اللي حصل منها النهارده بيفشخوا المنطق. وتقريبا كده يورجن كلوب سمع كلامنا وسمع كلام كل الناس اللي اعترضت على التشكيله بتاعته، وان نص الملعب كان فيه ازمه. كان الدفاع كويس، الهجوم كويس، كان نص الملعب كان فيه ازمه. تقريبا كده هو سمع كلامنا قدام وولفرهامبتون النهارده. والشوط الاول كله اتلعب ركز على ان نص الملعب يكون على مستوى عالي جدا، والدفاع على الله والهجوم على الله. لا عنده فينش ولا عنده دفاع يعرف يخلص. وشفنا النهارده الواد رقم 7 بتاع وولفرهامبتون اللي هو بيدرو نيتو النهارده. الواد ده يا جدعان اي حد حطه في الفانتازي عدى. الواد ده اسيستات شغال، اهداف بيضحي. الواد ده ازاي انا عايز افهم ما وصلش لمرحله انه يلعب في مانشستر سيتي او يلعب في برشلونه او يقدر يقدم في ريال مدريد. يعني الواد يعني مش محتاج ان انا اتكلم عليه. الشوط الاول لوحده ليفربول كانت بتلاعب بيدرو نيتو. يعني الشوط الاول ما كانتش بتلاعب وولفرهامبتون، كانت بتلاعب بيدرو نيتو بس. اما الشوط الثاني بقى اللعيبه نزلت دخلوا جوه، يورجن كلوب قلع الحزام، مسك دب دب ايه يا اولاد دي، فاهم، اداهم علقه محترمه، جري وراهم يورجن كلوب، ظبط معاهم الكلام. العيال نزلوا وقالوا صلاح، قال له يا صلاح انت هتلعب على التمويه، صلاح انت هتلعب على التمويه، كانك انت اللي هتشوت وتجيب جون ستوب. لا قوم عامل اسيست. انت النهارده هتعمل هاتريك، بس هاتريك ايه؟ اسيستات. طبعا احنا متعودين ان صلاح هو اللي بيهدف ومتعودين، بس النهارده احنا كنا فرحانين مع اني مش من مشجعين ليفربول، بس اداء صلاح مع اللعب الجماعي حرفيا. محمد صلاح في مكانه هو عارف هو بيعمل ايه. حرفيا هو لعب دور هالاند في الجوله الاولى والجوله الثانيه، كان بيلعب على التمويه، يلعب ان هو اللعب كله والدفاع كله مركز معاه هو، ولكن تلاقي هو بيعمل اسيست. قبل ما نتكلم عن هاتريك الاسيستات بتاع صلاح، عايز بس اقول لكم على بيدرو نيتو واللي عمله مع هوانج في الدقيقه السابعه في الماتش. بيدرو نيتو خدها 7 في 5، رقص اللعيبه، عمل لقطته وقام مدي الاسيست لهوانج على السليم. هوانج نفذ زي ما انتم شايفين معانا كده. الجون في اللذاذه. ايه الحرفنه ديت؟ ايه الحرفنه؟ وخلي بالكم الستايل اللي احنا عاملينه بتاع اللي انتم شايفينه دوت بتاع الماتشات اللي شغاله، يعني ربنا يسترها وما ناخدش بلوك في القناه معانا. وبعد الشوط الثاني ما بدا يا معلم بقى، وصلاح قدر يهيمن ويسيطر ويعمل تمويه، والخطه اللي هم لعبوا عليها. صلاح اول اسيست لجاكبو، تاني اسيست لروبرتسون، تالت اسيست لإليوت، والماتش خلص على كده. ماتش كان متعه كرويه. لو احنا كنا فين الدوري الانجليزي؟ فين الماتش اللي يعجبك؟ فين الحلويات بعد ماتش الاهلي بتاع امبارح اللي وجع لنا بطننا؟ ايه بقى لعمود كردان الفيديو دوت، الماتش اللي كل ماتشات الدوري الانجليزي الجوله اللي فاتت هيست، واخر ماتش كل الفرق رجعت لوضعها الطبيعي. طبعا قلنا خلاص كده، قال لك في ايقاف يا معلم. طب في ايقاف، طب اللعيبه بعد الايقاف ده هيرجعوا تاني يفوقوا؟ لا ما رجعوش فاقوا، ما رجعوش فوق الشوط الاول، ولكن رجعوا فوق الشوط الثاني. كل الفرق يعني سيتي، ليفربول، توتنهام، ما عدا مانشستر يونايتد اللي انا فرحان فيها وشمتان فيهم. طبعا ماتش مانشستر سيتي اللي هو عمود كردان النهارده هو قدام ويست هام. في الدقيقه 36 اسيست من كوفال لورد براوس يا معلم، نتش كده الشوط الاول خلص بالشياكه. جوارديولا لسه راجع من العلاج بتاعه. ايه يا حبيبي انت هو مالكو؟ فوقه كده، شكله قلع لهم جوه. اصلا بين الشوطين لقيته بيجري على جوه، بيجري على جوه، تقريبا ايه ماسك لهم حزام، راح يجيب الكرباج، قال لهم لا فوقوا انا جيت. انتوا فاكرين ايه؟ تقريبا خلي بالكم 99 او 95% من الماتشات اللي حضرها جوارديولا مع كل الفرق كسبها. جوارديولا مش مجرد كابتن او مش مجرد مدرب، جوارديولا هو تحس ان هو بيلعب معاهم في الملعب. جوارديولا تحس ان روحه بتجري معاهم جوه الماتش. جوارديولا مش مجرد كابتن. واستنوا الحلقه بتاع جوارديولا عموما. خلينا بس نتكلم عن الشوط الثاني ومش ازاي، عن الشوط الثاني واللذه والمتعه والحماس. ايه الاداء ده؟ حارس مرمى يا جدعان في هيئه سوبرمان، انا عايز افهمها ايه ياض اللي انت عملته النهارده دوت. اما بقى سلسله الاهداف وسلسله الريمونتادا اللي مانشستر سيتي عملتها في الشوط الثاني قدام ويست هام، كانت مبنيه على الفاريز اللي المفروض ان هو كان النجم، والالفاريز هو اللي كان هو الهداف بدل هالاند الموسم دوت. لا،
الفاريز الماتش ده يا معلم عمل اسيستين، الاسيست الاولاني لدوكو والاسيست الثاني لبرناردو سيلفا. البرناردو سيلفا اللي صنع الاسيست الثالث لايرلينج هالاند اللي ما كانش موفق النهارده، وكان المفروض يسجل حوالي 3 أو 4 تجوان تاني غير الجون دوت. يعني احنا انا بالنسبه لي شايف هالاند خليفه ابراهيموفيتش، شايف هالاند بيلعب كاراتيه، تحس بروسلي في الملعب، ده مش جاي يلعب كوره، ده بيلعب تايكوندو، بيلعب جمباز. انا بعشق هالاند لان اداؤه مختلف، لان تفكيره مختلف، لانه ممكن يشوط الكوره في ناحيه ويقع في ناحيه تانية يخلي الحارس المرمى بيلعب على الايه الوهم، بيحاول يوهم الخصم اللي قدامه ان هو هيعمل حاجه، هو بيعمل حاجه ثالثه خالص ملهاش علاقه بالكوره. اما بقى لاجمد ماتش النهارده معايا وشايفه يطلق عليه الريمونتادا الصحيحه، هو ماتش توتنهام وشيفيلد يونايتد. ماتش لحد الدقيقه 97، اقول لك اركن 97 دي خالص. انت عارف الماتش النهارده احنا ممكن نتكلم فيه عن ايه؟ عن 13 انذار وطرد. ماتش فيه 13 كارت اصفر وواحد كارت احمر، اللي هو طب وايه كمان؟ نفسكم في ايه تاني؟ مش عايزين الحكم نطرده لكم؟ يعني ايه 13 كارت اصفر؟ اللي هو انتوا كنتوا نازلين تتخانقوا ولا نازلين تلعبوا ماتش كوره؟ والماتش كان حرفيا مميت. الشوط الاول خلص تعادل 0-0، الشوط الثاني جه شيفيلد كانت مسيطره سيطره جامده قدام توتنهام، طبعا ما كانتش ساكته، وصن كان خارب الدنيا في الماتش لحد الدقيقه 74. شيفيلد قدرت ان هي تسجل هدف عن طريق اسيست روبنسون لهامر. كان جون جميل، كان سيبك من الكلام ده خالص، مش عايزين نتكلم عن حلاوه الجون، خلينا نتكلم عن حلاوه النهايات. لما الماتش يخلص الدقيقه 90 والماتش يعتبر خلص، توتنهام خسرانه 1-0، الحكم يدي 12 دقيقة يعني ادى 13 كارت اصفر وقام مديهم 12 دقيقة وقت بدل ضيع في الشوط الثاني. الدقيقة 97 ركنية جميلة على دماغ ريتشيلسون، يجي الهدف يا معلم في الدقيقة 97، هدف التعادل. كده بقوا في المركز الرابع. استنى بقى، ستوب، لسه الماتش ما خلصش. الدقيقة 97 جابوا هدف التعادل. الدقيقة 99 وده اللقطة اللي انا قمت سقفت فيها برغم ان انا اديها تعباني من حلاوة الهدف. هدف اللي هو الاستاد اتهز، هدف المعلق صوته اتنبح من كتر ما اتكلم عن حلاوة الجون او حلاوة النهايات. كولوزوفسكي لما جاب الجون الملعب اتهز. فاكرين لو تفتكروا معايا الهدف بتاع اجويرو في 2012؟ نفس الحماس، نفس هزة الملعب، نفس جودة تشجيع الجمهور. وبكده انتهى الماتش معانا بتاع توتنهام وشيفيلد. خلينا بقى نتكلم عن احلى ماتش النهارده انا فرحان بسببه، الا وهو ماتش مانشستر يونايتد قدام بريتون. مش هتكلم عن مانشستر يونايتد عملت ايه، مش هتكلم عن بريتون عملت ايه، ولكن هتكلم عن حاجة واحدة، ان مانشستر يونايتد خسرت بالثلاثه، وان تين هاج ده دليل على فشله. اللي عادي كريستيانو رونالدو يخسر، اللي كريستيانو رونالدو يغضب عليه يخسر، بلاش كريستيانو يا تين هاج. كل اللعيبه اللي كانت واقفه في صفك دلوقتي بقت واقفه في ضدك. مانشستر يونايتد النهارده خسرت بالثلاثه من 3 لعيبه محترمين، ويلبك جاب اول جون، وجروب جاب تاني جون، وجواو بيدرو جاب الجون الثالث. مش هتكلم عن مانشستر يونايتد ولا هي عملت ايه، لان انا فرحان بهزيمتهم النهارده. وبكده انتهى الفيديو بتاع النهارده، وما تنسوش معايا ان شاء الله في خطه ذهبيه ان انا على كل فيديو بعد كده هطلع سحب وهعمل اختيار عشوائي. هيكون المكسب تيشيرت كوره اوريجينال، ده هيكون هدايا من القناه تشجيعا ليكم وتشجيعا للقناه. وما تنسوش تشتركوا في القناه يا معلم، وانسى اللايك بتاعك الجميل. وبكره لحد ان شاء الله استنوا الفيديوهات برده بتاع ماتش ارسنال، وعندنا تشيلسي، وعندنا شويه ماتشات جامده بكره. السلام عليكم.